بص، تقدر تقول ان السينما عامله زي الاكله الحلوه، لا يمكن تبقى كامله من غير بهاراتها الخاصه. يعني يبقى عندك الفراخ او اللحمه والرز والسمنه والخضار والصلصه والفرن موجود وجاهز على الطبخ، لكن شويه البهارات دي لو مش موجوده باظت منك الاكله وهتبقى من غير طعم، اكله دلعه ما تمزجش. وده بالظبط دور الابطال التانيين في الافلام. هما مش دايما في بؤرة الضوء، لكن وجودهم هو السر اللي بيدي الطعم للأحداث والباقي للشخصيات. من خلال أدوارهم الصورة بتكمل، بيصنعوا التوازن وبيضيفوا نكهة مميزة لكل مشهد. في الحلقة دي هنتكلم عن أهم الممثلين اللي قدموا الأدوار التانية في السينما المصرية، واللي من غيرهم ما كانتش الأفلام هتبقى زي ما احنا نعرفها. وهنشوف مع بعض إزاي أدوارهم بتكون زي البهارات، صغيرة في الحجم لكن ضخمة في التأثير. وهنمشي بمبدأ ليديز فيرست، ونبدأ بالسيدة الوحيدة اللي معانا في القائمة. عذراء حسناء هيفاء والهاء دعجاء سمراء فيحاء في العشرين من ربيعها الوردي الزاهر المزدهر. لو تسألني مين أكتر ممثلة ما خدتش ربع التقدير اللي تستحقه، هقولك زينات صدقي، اللي عملت أكتر من 140 فيلم غير المسرحيات ما فيهمش عمل واحد بطولة مطلقة. وزينات صدقي كان ليها لونها الخاص، لون مميز عملته في كل أعمالها تقريبا. خفة مشاهدها وحبنا ليها كان للكلام واللون الغريب في شرحها وتعبيرها عن أي حاجة، زي وهي بتدلع حميدو وبتقول له ميدو مداميد انا عندي اليك سؤال ولا فيش غيرك هالفهم. أو في وصلات الردح المتنوعة. ده جوزك ده لو حبيت تعايدي عليه بشرش بخل دفنان ما تلاقيش اللي يعايزك عليه. اللي بالمناسبة كانت سبب دخولها عالم الفن، لما شافها نجيب الريحاني بتتخانق مع حد من العاملين في المسرح فانبهر من طريقتها والكاركتر بتاعها. ولو ركزت هتلاقي ان المشهد ده في كل الافلام اللي عملتها، مشهد الخناقة والردح والكلام الغريب اللي هو راجل يا غلبان يا عدمان. عليك وعلى اللي خلفوك وسابوك على الارض يا وبا يا عيل. وكانت مفاجأة بالنسبة لي لما عرفت ان زينات صدقي ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب. لا زياد صدقي بقى، زياد صدقي دي ما بتعرفش تقرا وتكتب، وبيقولوا لها الكلام وهي بتزود كلام من عندها، بس بيطلع جميل بالفطره. يعني كل الابداع والافيهات والخفه والمشاهد دي باختصار كانوا بيدوروا الكاميرا ويقولوا لها يلا اتعاملي الحديده معاكي. لو قلت لك افيه زي زكريا الدايدي مدرس رياضيات وفرنساوي عقبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. ايه؟ زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. او حلوة يا اللي العسل سايل من الشفة، شعرك سلاسل ذهب، دمك كمان خفة. اكيد افتكرت يوسف عيد، واحد من اهم صناع البهجه في السينما المصريه، اللي كان ظهوره في اي مشهد كافي انه يفضل محفور في ذاكرتك للابد. اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان. يوسف عيد بدأ مشواره في اوائل السبعينات وكان بيعمل ادوار صغيره على المسرح، بس عرف في وقت قليل يخطف الانظار بسبب خفه دمه وحضوره الطاغي. اصل ده من يوم محمود المليجي ما مات مش لاقي حد يضربه. يوسف عيد كان عنده قدره استثنائيه في تحويل اي مشهد عادي لمشهد ايقوني. ربنا يسقيك من نار جهنم. ربنا يحرقك بجاز حضرتك. شكرا عشان تقول تحيا مصر تحيا مصر. ده غير موهبته في الغنى. يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل. انا عملت صياد وصيد السمك غيه، طلعت لي واحدة بياض والتانية بلطية، الرزق بالله والأعمال بالنية. يوسف عيد هو بوب مارلي العرب. الراجل اللي تحكمه الست مشيوم عيلين. لو عايز بقى نرجع للضحك الراقي والكوميديا اللي ما بتتعوضش، يبقى اكيد هنتكلم عن عبد المنعم ابراهيم، ممثل عارف يحول الادوار التانية لادوار بطولة في قلوب الجمهور. كده برضه سونا يا خايب، ما تسألش فيا، أحبك أعبدك أموت في هواك. عبد المنعم ابراهيم ما كانش مجرد ممثل، ده كان مدرسه خاصه في التمثيل. ادواره دايما كانت بتعلق في ذهن الجمهور مهما كان حجمها، وعمره ما لجأ للافيهات السطحيه او الاداء المبالغ فيه عشان يضحك. وده لانه درس في معهد فنون مسرحيه وتلميذ لاساتذه كبار زي يوسف وهبه، وفي نفس الوقت تألق في ادوار دراميه مليانه مشاعر زي دوره في فيلم بين القصرين وفيلم الفرن. داغر بيحط لها بنزين نقطة نقطة عشان تولع فيا طول عمري، لكن أنا اللي ولعتها بإيدي. واحد من اعظم ممثلين السينما المصريه، مش بس في الادوار التانية. محمود المليجي اسم له وزنه في تاريخ السينما، الراجل اللي لو ظهر في مشهد واحد كان بيخطف الانظار من البطل، واللي قدر بفضل موهبته يحول الشرير التقليدي لشخصيه معقده ومليانه مشاعر. محمود المليجي ممثل مش عادي، ده حاله فنيه نادره وكان سابق عصره بكتير، وبيضيف لكل شخصيه عمق خاص بيها يخليك تصدق انه فعلا القاتل المجرم او الغلبان الطيب او حتى الراجل الحكيم. محدش يعرف عنوانك هناك بالمرة. عنده قدره استثنائيه على الاقناع وصوته
عميق ونظرة فيها قوة وهدوء تخليك تترعب وانت مستمتع. ورغم ان المليجي اشتهر بأدوار الشر إلا انه قدم كوميديا في مسرحيات وأفلام كتير، وطبعا اتفوق على نفسه في الدراما وخصوصا في فيلم الأرض مع يوسف شاهين. لما كانت حياتنا متعلقة في شعرة وبيننا وبين الموت خطوة واحدة ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. ايه؟ السلام عليكم. الثلاجة فيها مية، قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ ملك الكوميديا الشعبية. لو في ممثل ممكن تشوفه المرة واحدة وتخرج من الفيلم فاكره، يبقى أكيد ده محمد شرف. ربنا كان صارف له قبول غير طبيعي وقادر يضحك بأقل مجهود. كسبت. رب لك الحمد والشكر. لا انتم مخبيين عليا حاجه. حلو عربيتك يا عمدة. 4x4 يا جدع. وفي نفس الوقت لما عمل دراما كان مقنع جدا. يا دوب تعمل لك قرشين طلع قطر الجواز فاتك، وهوب قطر العمر يتقلب بيك في قليل. نجاح الموجي اثبت ان الفنان مش محتاج لبطوله مطلقه عشان الناس تفضل فاكراه. قال لي ولا يا هرم. قلت له الله ليه كده ليه؟ انت قاعد بتتاجر في المخدرات قطاع صح ولا هتنكر؟ قلت له صح بس هنكر. كان بيعتمد على الكوميديا البسيطه اللي متاخده من تفاصيل حياه الناس اليوميه، وده اللي خلى شخصياته قريبه جدا من الجمهور. كان بيأدي ادواره بتلقائيه رهيبه تخليك تحس انك مش بتشوف ممثل، لا ده شخص حقيقي بيعيش حياه عاديه. نجاح الموجي كان دايما مشغول بالسياسه ومشاكل الناس الغلابه، عشان كده هتلاقي معظم ادواره دايما كان فيها رسائل عن المجتمع وبتعبر عن قضايا حقيقيه زي الفقر والفساد والطمع. انت فين انت؟ انا اني بقى الساعة نفسي ما نتناش. Excuse me, I don't understand you. Can you speak slowly? بالنسبه لي هو عادل امام الصف الثاني من حيث النجاحات وعدد الادوار والتاثير. افلام كتير قوي لو شلنا منها عم حسن حسني مش هتنجح نص النجاح اللي نجحته. ايه دي؟ انت مخنوق مني ولا حاجه؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ لدرجه ان ممثلين كتير كان معظم الافلام اللي نجحت لهم كان سر وجود الراجل ده في بدايه مشوارهم، ولذلك هو يعتبر الاب الروحي لجيل كامل من الممثلين زي احمد حلمي وهنيدي وسعد وكريم وغيرهم. 15000 جنيه تباشير ابيض في السنه. 15000 جنيه تباشير ابيض في السنه. ايه ده السنه جرت بسرعه يا سيدي، الابيض درجات. حسن حسني شارك في اكتر من 500 عمل فني ما بين سينما ومسرح وتلفزيون، تنوع ادوار رهيب، كوميديا ودراما وسياسه. ما دي ممكن يروح في داهيه. ليه؟ معرفش ابوها يبقى مين؟ ابو سيسو خشكو؟ اي حاجه كبيره؟ رئيس وزراء اكبر. لا مفيش اكبر، هو كده حلو قوي. وسايب في كل حته فيهم نجاحات كبيره عايشه لحد النهارده، وده بيخليه من اكتر الفنانين انتاجا وتاثيرا في تاريخ الفن المصري. وغيابه عن الساحه كانت خساره كبيره، لكن تاريخه الفني هيخليه دايما حاضر في قلوبنا. وفي نهايه الحلقه احب اعرف منك مين من الفنانين اللي اتكلمنا عليهم النهارده تحب نعمل عنه حلقه لوحده. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشير الحلقه لاصحابك. 27000 جنيه تباشير ملون في السنه. لا من فضلك بقى دي خليها لي 100000. انا بحب التباشير الملون جدا من فضلك. يا سلام يا سلام. ده بيخلي الطالب يجتهد. 100000. ايوه ختم لو سمحت. ايوه